نادي النصر السعودي يقوم بمفاجأة كريستيانو رونالدو قبل البدء. إذا رأيت اسم رسول الله صلي عليه وضع لايك واشترك بالقناة. في مباراة النصر والأهلي قام نادي النصر بتكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد أصوله ل900 هدف، وقام الجمهور النصراوي بتقديم تيفو خيال للدون. إذا كنت تظن أن رونالدو سيصل لل1000 هدف في مسيرته الكروية، لايك واشترك الآن. سلطان الغنام، علي الهشامي، عبد الله العمري، اليكسيس لتيفيع، سيكو فافانا، عبد الله خيبري، مارتشينو بروزوفيتش في وسط الميدان، اندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو. في اي مشوار سنعيشه، هذه القمه السعوديه العربيه في الاجواء الاسيويه والافريقيه. التركيز مطلوب من كل اللاعبين. روبن نيفيز في وسط ميدان الزعيم الهلالي رونالدو في خط الهجوم، اكبر هداف في تاريخ الكره العالميه على مستوى المنتخبات، على مستوى الانديه، عملاق الكره، سلطان بكل ما في الكلمه من معنى كريستيانو رونالدو. مرتده وذيع الفرصه، سافيتش ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية النصراوية. لأن تشكيلة النصراوية ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير تاليسكا يحاول التوزيع، يراوغ، والركنية من عبد الله مالكوم ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد يكتب موسيميتش جدار دفاعي ب4 لاعبين لفريق النصر، وصافيتش والكرة بعيدة، ضربة مرمى النايف على اليمين. رونالدو، الاعتراف من علي البلي اللي عنده انذار. علي البلي عنده برصيده انذار، او اليكسيس على طول. لاعويس حارس الامان رائع في الميدان، ركنيه، كره اليكسيس عاليه، كره بالراس. كريستيانو امام كل الدفاع، مالكوم يوزع، كره جول، ميشيل ديلغادو. الهلال بنوره يسجل حضوره ويسعد جمهوره. الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلغادو وحده الزعيم الازرق، اجمل لونه ومع اقوى جنونه. هذا هو الهلال، خارق وهاج وفتاك ديلغادو، غاز الشباك. الله عليك يا هلالي، دائما في العلن بنجومه العالمية. سافيتش، مالكوم، ميشيل الدوسري والبقيع. إذا النتيجة تتغير لصالح نادي الهلال. مالكوم بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر، وانتماء رائعة منه، قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس.
بركان في مدرجات أندرسون تاليسكا لاويس بطل الدور النهائي لاويس مان اوف ذا ماتش دوسراي يعادل وكانه الامير محمد بن سلمان تصويب غنام يوسع رونالدو بالراس فوفانا في انتظار لحظات افضل لفريق النصر مخالفة رونالدو للكرة وسع كرة من سعود عبد الحميد سعود عبد الحميد غير متسلل رونالدو ريبيس عالية وغريبة مرة أخرى عجيبة وغريبة سافيتش يرتقي أعلى من نواف العقيدي ولكن الكرة خارج الشباك عبد الحميد يوسع والكرة ما بين نيفيس وسافيتش كرة ما بين نيفيس وسافيتش والركنية كرة رونالدو جول 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 رونالدو كريستيانو يعود بالنصر النصر بالأسطورة يحاكم حكام الكرة هو رونالدو يعدل النتيجة لفريق النصر عالمي يا نصر عالمي النصر يعود لطريق النصر بهدف رونالدو هداف الهدافين هو رونالدو قناص كل القناصين رونالدو والكرة في الشباك واحد واحد بين العملاقين نار 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 يا حبيبي نار حارس الهلال العويس ما باله مالكو الدفاع النصراوي يمضي ولا يبالي كرة خطيرة من البرازيلي مالكو سلطان الغنام بريك على اليسار رسالة ترجع البريك يوسع والتصويب ضعيف من دلجادو مالكو مرة أخرى يحضر يوسع تصويب والراية على علي البني راية على قلب الدفاع علي البني اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب في هذه البطولة العربية نواف يخرج الكرة في الركنية ليه الدوسري كرة خالد الحمدان يوسع بالراس تعدي من الرديف هل تكون آخر مباراة في كاريو دائما الإمكانيات مطروح عالية ضيع سيكو